أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب أن المجتمع الدولي يعول عليه في التوصل إلى اتفاق سلام ينهي الصراع في المنطقة. وخلال المحادثات التي تناولت القضايا والأزمات المعقدة في المنطقة، أكد الرئيسان أهمية الاستمرار في تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من اتفاق غزة وتثبيت وقف إطلاق النار. كما وجه السيسي دعوة إلى ترامب لزيارة مصر في أقرب فرصة. معنا للمزيد من واشنطن مراسلنا مجدي يازجي، ومن القاهرة مراسلنا سمير عمر. أهلا بكما مجدي وسمير. أبدأ معك مجدي بآخر التطورات. اتصال هاتفي ما بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وبلا شك مسألة إخراج الفلسطينيين خارج غزة موضوع المباحثات الهاتفية هذه. ضعنا في صورة ما لديك من تسريبات، من معلومات وصلت إليك في هذا الجانب. الكثير تسابيح خلال الدقائق القليلة الماضية. هذا الاتصال حصل إذن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، ولكن المواقف الرسمية الأمريكية حتى اللحظة غير حاضرة. يعني لا بيانات من البيت الأبيض تحدثت عن تفاصيل هذا الاتصال الهاتفي، ما الذي قاله ترامب للسيسي، وأيضا حتى ترامب نفسه لم يتحدث على مواقع التواصل الاجتماعي ومنصته الخاصة الشهيرة تروث سوشيال، لم يغرد أو لم يكتب مطلقا عن فحوى هذا الاتصال على الأقل حتى هذه اللحظات وخروجنا بهذه الرسالة على الهواء. التسريبات التي لدينا هي من موقع إكسيوس التسابيح. سارع مباشرة هذا الموقع للتحدث عن هذا الاتصال وفقا لمصدر وصفه بأنه مطلع على هذا الاتصال، وقال فيه أنه ترامب بحث مع السيسي احتمالية استقبال مصر للغزيين خلال فترة إعادة إعمار قطاع غزة دون تفاصيل إضافية. لكن الموقع أيضا قدم بعض الباك جراوند أو المعلومات السابقة فيما يخص هذه القصة، وذكرنا بتصريحات ستيف ويتكوف مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط الذي قال أنه مثل هذه العملية تسابيح قد تستغرق من 10 إلى 15 سنة، وأنه قطاع غزة غير قابل للحياة. لذلك ترامب يصر مرارا وتكرارا على ملف تهجير الغزيين. سمير، وهذا الملف كان موضوع المباحثات لوزراء الخارجية العرب بالقاهرة. ضعنا في صورة ما لديك من معلومات حول هذه المكالمة وما خرجت به الاجتماعات. يعني على عكس الموقف الأمريكي وموقف البيت الأبيض، فقد أصدرت الرئاسة المصرية بيانا صحفيا وضحت فيه ما الذي دار بين الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والأمريكي دونالد ترامب. البيان وصف المباحثات الهاتفية تسابيح بأنها كانت إيجابية، وهذا ربما يعطي مؤشرا إلى رضا نسبي من الجانب المصري عما دار في هذا الاتصال الهاتفي. الاتصال الهاتفي وفقا لبيان الرئاسة المصرية أكد خلاله الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على ضرورة أن يستمر وقف إطلاق النار، وأن يعتبر وقف إطلاق النار هو مقدمة طبيعية لإحلال السلام في المنطقة والبناء على هذا الهدوء المستدام من أجل استكمال مسار التسوية السياسية القائمة على حل الدولتين. البيان أيضا التسابيح أشار إلى ما قاله الرئيس عبد الفتاح السيسي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه يراهن، وأن المجتمع الدولي يراهن على قدرة ترامب لإحلال السلام، واستشهد بما ورد في خطاب التنصيب للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن جهوده من أجل إحلال السلام في المنطقة. ويعني وصف أيضا السيسي ترامب بأنه رجل سلام، ومن ثم فهذا رهان وفقا للبيان المصري على قدرة الرئيس الأمريكي الذي ساهم في دخول قرار وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، بل وأرسل مبعوثه لمتابعته على الأرض ودعا الحكومة الإسرائيلية لقبوله. ربما يمكن من ذلك أن يبنى على هذه المواقف من أجل دفع عجلة التسوية في مسارها العربي الصحيح. وهذا يقودنا إلى ما خرج في اجتماع سداسي للوزراء الخارجية العرب مع الأمين العام لجمعية الدول العربية بشأن ذات القضية. الموقف العربي الموحد الذي بدا في هذا الاجتماع بالتأكيد تسابيح يعطي يعني دفعة وقوة للموقف المصري الأردني الفلسطيني الرافض لمسألة التهجير، ومن ثم فأن نحن الآن بصدد
مشهد عربي يرفض التهجير من أكثر من منطلق، لكنه يدعم بالتأكيد الموقف الثنائي المصري الأردني والموقف الثلاثي المصري الأردني الفلسطيني. الأمر الآخر وهو في غاية الأهمية أيضا ورد في هذا البيان هو تطلع الدول المشاركة في الاجتماع إلى أن تتعاون مع إدارة ترامب في إقرار السلام القائم على حل الدولتين. صحيح أن ترامب عندما سئل عن حل الدولتين وحدود الدولة الفلسطينية بحدود 4 مليون و67 لم يجب وتجنب الإجابة بوضوح، ولكن على الأقل ما يمكن فهمه من بيان الرئاسة المصرية بشأن الاتصال مع ترامب وما يمكن البناء عليه من بيان الاجتماع السداسي بشأن هذه القضية يمكن أن نتخيل معه مسارا قد يقود إلى فتح أو إعادة فتح مسار التسوية السياسية. هذا يرتبط بالتأكيد بالمنظومة التي يسعى أن يتعامل معها ترامب. ترامب يريد سلاما وتطبيعا بين السعودية وإسرائيل، وهذه ورقة في يد العرب. ترامب يريد استقرارا وحفظ أمن دولة إسرائيل، وهذه ورقة في أيدي العرب. ومن ثم فمربط الفرس كما يراه العرب هو حل القضية الفلسطينية على أسس عادلة وشاملة بما يحفظ الأمن والاستقرار المنطقة، وهذا ربما يكون محور نقاش دائم بين ترامب من جانب وبين الدول العربية من جانب الآخر في مقبل الأيام. وبالانتظار أيضا زيارة نتنياهو إلى واشنطن. صحيح. إن كانت ستبحث ترتيبات هذا الملف بغض النظر عن المواقف العربية طبعا من خلاف ذلك. على كل حال، مجدي يازجي من واشنطن وسمير عمر من القاهرة، شكرا جزيلا لكما على هذه التحديثات. في السياق ذاته تثار تساؤلات حول أسباب تمسك ترامب بضرورة أن تستقبل مصر والأردن سكانا من قطاع غزة على الرغم من رفض البلدين، وما هي الوسائل التي قد يلجأ إليها الرئيس الأمريكي لتطبيق دعوته؟ لم تكن تصريحات ترامب بشأن تهجير سكان غزة إلى مصر والأردن مجرد زلة لسان، فالرئيس الأمريكي المعتاد على إطلاق التهديدات عاد وكرر بأن مصر والأردن سيستقبلان فلسطينيين من القطاع. الثقة التي يبديها ترامب بشأن الخطوة تنبع من قوله بأن واشنطن قدمت الكثير للبلدين، وبالتالي فإن عليهما الاستجابة لمطلبها. فما الذي يستند إليه ترامب لتنفيذ مقترحه؟ وما تداعيات الخطوة على البلدين حال تنفيذها؟ لدى الرئيس الأمريكي أوراق ضغط سياسية واقتصادية، فالمساعدات التي تقدمها بلاده لمصر تبلغ $1.5 مليار سنويا، أما الأردن فيحصل على 40% من إجمالي معوناته الدولية السنوية من واشنطن. وانقطاع تلك الإمدادات قد يتسبب في تأزم الوضع الاقتصادي للبلدين. رغم ذلك فإن طرح فكرة استقبال المزيد من اللاجئين الفلسطينيين لتفادي قطع التمويلات يثير مخاوف شعبية وأمنية كبيرة في البلدين. في مصر اندلعت تظاهرات معارضة للخطوة، وحذر المشاركون فيها من أن تنفيذ طلب ترامب سيكون بمثابة تصفية للقضية الفلسطينية. وعلى المستوى السياسي ترفض السلطات المصرية المقترح رفضا قاطعا، وتتخوف من تداعياته على الاستقرار الداخلي، خاصة في ظل تزايد الاستياء الشعبي تجاه الخطوة. أما الأردن فيضم بالفعل عددا كبيرا من اللاجئين الفلسطينيين